السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير يا رب. يلا بقى نعمل غدا مع بعض النهاردة ونشوف احنا هنعمل ايه. حطيت حلة فيها مية مغلية، حطيت شوية ملح. أنا كنت قاعدة محتارة في الغدا ومش عارفة أعمل ايه خالص. فقلت بقى نمشيها النهاردة شوية مكرونة كده وخلاص. مكرونة حمرا عادية يعني بصلصة. كل مية مغلية حطيت فيها شوية ملح وحبة زيت. كيس مكرونة اهوت. المية اهوت، وهنسيبها بقى تتسلق شوية. هي تاخد في السلق كده حوالي 10 دقايق بس مش أكتر. اهوت هنغطي عليها ونسيبها. وهنا أنا مقطعة بطاطس اهيت صوابع وحط عليها شوية ملح اهيت. يبقى احنا كده حطينا المكرونة، هنسيبها لما تتسلق ونشوف هنعمل ايه. اهيت المكرونة كده اتسلقت اهي اهي. شوفي كده اتسلقت اهيت، بس هي سخنة مش عارفة امسكها بس اهي اتسلقت كده. هناخدها بقى نصفيها في المصفى على الحوض. هنعمل بقى الصلصة بتاعتنا. نحط السمنة، شوية زيت، وبعدين نحط بصلاية مفرومة اهي. وبعدين لما البصلة بقى تتحمر شوية، مش تحمرها قوي، نحط لها بس معلقة ثوم مفروم. معلقة ثوم، أنا بحب أدق يا جماعة، بحب إن أنا أقطعه وأحطه مع البصل. بدقه في الهون وبحط بس واخد تشويحة صغيرة كده، يعني دوبك الثوم يصفر بس. أحمر بقى البصلة اهي. البصلاية بدأت تاخد لون معايا اهي اهي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب معلقة ثوم أو نص معلقة، ده يعني حاجات في ناس بتحب طعم الثوم وفي ناس ما بتعملش أصلا المكرونة بالثوم خالص، ده براحتكم يعني. حتى في حاجة خالص وأكون عاملة طماطم اهي أو حطاها ممكن ثلاثة كده أو حطاها. وعاملة معلقة صلصة أهو اهي. وبعدين نحط شوية ملح اهو. بقية التوابل بقى أنا مش هضيفها غير لما الصلصة تتسبك وأدوقها تبقى عايزة ملح عايزة إيه، وبعدين بعد كده بقى أحط بقية التوابل بتاعت المكرونة. كده الصلصة اتسبكت معانا اهيت. أنا لسه محتاجة حبة فلفل، كمون اهيت، معلقة كمون، هنحط حبة أسود حوالي نص معلقة اهيت. شوية شطة صغيرين، وده اختيار يا جماعة. كل مرة بقول الشطة بالذات اختيار، أي توابل براحتك، أما الشطة اختيار، لأن يعني في ناس ما بتحبش الحراق، فدي حاجة اختياري عندك. أنا ما كترتش برضه عشان الشطة بتاعتي دي حراق أوي. سنة قرفة، سنة شوية كده. الصلصة بتاعتي جاهزة. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب المكرونة اهي. المكرونة بتاعتي يا جماعة صفيتها اهي. هبدأ بقى ان انا احطها في الصلصة كده اهوت، واحدة واحدة مع بعض اهي اهي. وهنعمل ايه بقى؟ نقلبها في الصلصة كده.
شويه بس ايه اللي تبقى كلها زي بعضها. انا قلبتها كلها اهي قلبتها معاها كويس معاها في الصلصه اهي. هوطي بقى عليها النار زي ما نكون بنردد رز بالظبط. هوطي عليها النار واسيبها بس ايه يعني مش هتكمل 10 دقايق. وانا دقت دقايق لقيتها مظبوطه وحلوه. هنغطي عليها. هنا الجهه التانيه اهي يا جماعه معانا اهوت. وادي البطاطس اهيت هحمرها على طول دلوقتي. طبعا تحمير البطاطس كلكم اساتذه فيها، مش يعني مش حاجه صعبه. وادي المكرونه معايا بتتردد، وهوريكم برضو هنحط الغدا بتاعنا. وادي المكرونه يا جماعه خلاص احنا رايحين نتغدى. والمكرونه اهي شوفي عامله ازاي مفرفره وجميله ازاي اهي. اعتمدي بس الطريقه اللي انا قلت عليها ويطلع معاكي احلى مكرونه اهي. وادي البطاطس المحمره اهي، وادي البيض المسلوق والف هنا والشفا. ما تنسوش يا جماعه الاعجاب والاشتراك في القناه عشان يوصل كل جديد. السلام عليكم.